قامت لجنة الإدارة المحلية والبلديات في مجلس الرقة المدني بتخصيص كتلة حوالي 600 ألف دولار من أجل إنشاء هذا الجامع الكبير، وهو من أشهر الجوامع في محافظة الرقة. تبلغ مساحته حوالي 2700 متر مربع، وتوجد فيه مئذنة على عهد السلطان عبد الحميد، تأسست في عام 1897، عمرها حوالي 125 عام. بلشنا المباشرة كانت من حوالي شهر، ولكن بسبب المأذنة على أساس أنه نحولها أو نرجعها لمكانها وقفنا من شان استشارة عارضة الأهالي على تلك المأذنة، وبغيناها وحافظنا عليها بمساحة حوالي 200 متر ميتة من الجامع على أساس نفكها ونرد نرجعها. الجامع يتألف من 4 مآذن، ارتفاع المئذنة الواحدة حوالي 40 متر، ويتألف من 5 قبب. القبة الكبيرة قطرها 14 متر، والقبب الصغار قطر الواحدة 7 أمتار. وإن شاء الله والمدة العقدية للمشروع حوالي 8 شهور، وإن شاء الله بعون الله تعالى يتم إنهاء المشروع في الزمن المحدد. يعمر على غير التعمير السابق، قبو وطابق أول وجزء من الطابق الثاني.